اهلا وسهلا تانية. بحضرتك يا فندم. يعني هؤلاء الذين عبروا عن فرحتهم في وسط الشعب المصري اللي كله كان فرحان طبعا بهذا البعث الجديد. طبعا مم. طبعا المصريين دائما بيحتفلوا بالاحتفالات الكبيرة القومية، إثبات للهوية بتاعتهم وحبهم لأرض أو للأرض نعم. المصرية. حضرتك لو شفت على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الشعب المصري كله لبس الزي بالزي الفرعوني، يعني نعم. حاجة أكثر من رائعة. إيه الجمال والعظمة بتاعت هذا الشعب، إيه الجمال والعظمة بتاعت يعني الحب وروح التآلف وروح المحبة والروح المصرية التي تبهج العالم في أي وقت وفي أي زمان. حاجة كانت أكثر من رائعة طبعا. نعم. هنبدأ نتكلم عن هذا المتحف على أنه أثر سيصبح أثرا هو الآخر في يوم من الأيام. هو جامع للآثار، لكن التصميم الذي صمم عليه هذا المتحف له دلالات، والتتابع زي ما قلنا في وضع الآثار له دلالات. طبعا أولا سؤالك أكثر من رائع، يعني ما شاء الله لحضرتك. أولا أنا أحب أن أشكر سعادة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كم الإنجازات التي يقوم بها حفاظا على هذه الأرض وإسراء لهذه الأرض مصرنا الحبيبة الغالية. طبعا يعني خليني أنا أقول كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المتحف